الناس شنو؟ ما يرحم الله. مثل ايش الناس؟ مولانا صاحبنا مثلا مسؤول بوظيفة معينة، هذا ما يتعامل ويا الناس بشفقة، ما عنده رحمانية بتصرفه، لا شديد قاسي، انت فلان هيك هو يصيح كذا، هذا ما عنده رحمانية. انت مراجع انسان فقير عندك مشكلة رايح تعالج هناك معاملة كذا، واذا هذا كأنما انت منزل الغضب عليه يباوع لك من طرف عين على اليمن على اليمن. انت مطلوب من عندك تصير رحماني. رحماني يعني شنو؟ يعني عندك سعة صدر تتحمل الناس، تبتسم بوجه الاخرين. هسه انت مبتلى بالناس، قلبك يراد له شنو؟ على من الهوسه وشيلت الخشم واخر عنه وعشان شكو وش بيه؟ ماكو داعي. انت مطلوب من عندك تصير رحماني. الله يريد وحده من صفات الرحمه الرحمانيه التي يجب على الانسان ان يتخلق بها سعة الصدر. ضيق الصدر مو من صفات اهل الله، مو من صفات المؤمنين. شوف بعض الناس لما تشوفه يعني شايل الدنيا على راسه وعلى اليمن شكو على اليمن طبعا صار ما ارد شويه اغمق بهالحكي. مرات اهل دين شايلين خشومهم، مو بس اهل دنيا، اهل دين. انت كاتلين ابوك انت مدلغم علينا على اليمن، هي تسوى واحد يدلغم عابد. يا الله يريد النبي صلى الله عليه واله كثير الانشراح. كان علي بن ابي طالب كان هشا بشا، انت على اليمن مدلغم مان على الوادي. انت شنو انت؟ مؤمن يصير سهل. الله ترى هو النبت ينبت بالجبل لو ينبت بالسهل. الحكمة هم نفس الشيء. الحكمة ما تنبت على بقلب واحد شايل خشمة، تنبت بقلب واحد شبيه كأنه ماي زلال، مو صعب. أهل دنيا عندهم هيك سوالف، ومع الأسف بعض أهل الدين هم عندهم هيك سوالف. كون الإنسان يلتفت ترى كفخة الله ما تطيب. إذا الله عز وجل طقه ينزل جو كل شيء، يصير مثل قارون معنويا. هاي الرحمة. أصلا أهل البيت يقولوا لا مو بس هاي، لا مو بس هاي. الإمام علي يقول من أراد أن يرحمه الله فليضمر الرحمة في قلبه لجميع الخلق. مو يتعامل بالرحمة، لا لازم قلبه شبيه إضمار الرحمة، باعث الرحمة رحمة. هذا نموذج إنسان بالشارع يراد لك يكون رحماني. بالبيت همه، بالبيت مولانا هذا صاحبنا المتواضع الحباب بالبيت ما ينحمل، يتعامل وياهم بغطرسة فرعونية. زوجته صيح ويغلط ويسب ويهوس، أطفاله كل ساعة باسط له واحد، عياله أخوانه وين الرحمانية بالموضوع؟ مرأة هم نفس الحالة، مرأة تتعامل ويا أطفالها بمنتهى العصبية. والله شنو ما تتحمل؟ شنو ما تتحملين؟ انت تكليفك تصيرين رحمانية. إنسان المؤمن العصبية ما تلوق له، العصبية تشمره ألف وادي بجهنم، ألف وادي بجهنم. الإنسان يعيش هناك إنسان يسع صدره يسع. أما هذا يتعامل بالبيت بشمخرة وهوسة وعصبية. كلكم انتم مر عليكم قصة سعد. هذا سعد استشهد مع رسول الله، بعد شي يريد استشهد ويا الرسول. النبي صلى الله عليه وآله قال لما شيعه، قال إن سعدا شيعته الملائكة. الملائكة شيعته، سعد شيعته الملائكة. حفرة وقبره يقولون النبي مش حافي بجنازته قدام الناس، النبي حافي وتعبان شال جنازته والصحابة كلهم وياه والمسلمين وشهيد. جابوا القبره، النبي نزل بقبره، باوع النبي نزل بقبر سعد وتناوش الجثة ونزله ودفنه. أمه صاحت هنيئا لك يا سعد الجنة. شو تريد؟ شهيد ومشيعتك الملائكة ورسول الله دافنك، شو تريد بعد؟ باوع عليها رسول الله قال يا أم سعد، انتبه وياي، يا أم سعد لا تحتمي على الله. شكو إن سعدا أصابته ضكة، الله يستر خير. جماعة من الصحابة واقفين وكذا وشوية تأثروا بالحكاية، قالوا له ليش يا رسول الله؟ قال كان سيء الخلق مع عياله. هذا مني طوب بعد براس الشارع، فلانة بنت فلان ولا لو سهاي ماكو. هذا شوف والله شني ما نصير انا خاف تقول علي فاهم، خاف تقول علي ضعيف الشخصية. لا انا لازم اضب وكذا. هاي سوالف ابليس. انت مؤمن توصل سهل. مرأة عصبية على اليمن، على اولادها على اليمن، اب عصبي على